أخبار النادي الأهلي: 1. استاد القاهرة يعلن جاهزيته غدا لمباراة الأهلي واستاد أبيجان في دوري أبطال أفريقيا. 2. يعقد السويسري مارسيل كولر مع محمد رمضان مدير الكورة وهاني رمزي مدير التعاقدات الحالي بهدف حسم اسم المهاجم الذي يرغب الأهلي لضمه في يناير. 3. سبب غياب عمر الساعي في الصورة للأهلي بسبب اعتماد كولر عليه في مركز 6، وهو المركز الذي لم يجيد ولم يلعب به في النادي الإسماعيلي مطلقا. 4. حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في جوهانسبرج لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي. 5. مروان عطية سيكون جاهز بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة لمواجهة مباراة استاد أبيجان في بطولة دوري أبطال أفريقيا. 6. تجرى قرعة كأس العالم للأندية في مدينة ميامي بأمريكا في شهر ديسمبر القادم. 7. الأهلي يسافر يوم 4 ديسمبر المقبل لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي. 8. ياسر إبراهيم يقترب من العودة للتشكيل الأساسي للأهلي في مباراة استاد أبيجان القادمة. 9. أدى أشرف داري تدريبات منفردة ضمن برنامج العلاج الطبيعي بتاعه تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية في الأيام القادمة.